بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فضلك اشترك في القناة وفعل الجرس على الكل ليصلك ما هو جديد. اضغط على زر أعجبني تشجيعا لنا لنشر المزيد، وصل على النبي في التعليقات. فوز ترامب التاريخي أبرز المهنئين. ترامب في أول خطاب بعد فوزه برئاسة أمريكا: لن أشن أي حروب وإنما سأقوم بوقفها. وفاة مفاجئة لموظف أثناء عمله بعد أكثر من 12 عام في خدمة الحجاج. وفاة 4 أشخاص اختناقا في آب. زلزال يضرب كولومبيا. زلزال قوي يضرب بيرو. مع الإعلان عن فوز ترامب، خبير مصري: انتظروا تسويات كثيرة بالمنطقة. الخبر الأول: هنأ مجموعة من الرؤساء والقادة حول العالم دونالد ترامب الأربعاء على فوزه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ليكون الرئيس 47. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على رأس قائمة المهنئين، حيث كتب على منصة إكس: تهانينا للرئيس دونالد ترامب. بدوره هنأ الرئيس الأوكراني فولدامير زيلينسكي ترامب قائلا: سنطبق معا منهج السلام بالقوة الذي يجعل السلام العادل قريبا في أوكرانيا. الخبر الثاني: في أول خطاب له بعد فوزه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية مجددا، عبر الرئيس دونالد ترامب عن شكره العميق للشعب الأمريكي على الثقة الكبيرة التي منحوه إياها من خلال التصويت، ووعد في كلمته بتعزيز رفاهية الشعب الأمريكي وتحقيق المزيد من الإنجازات للبلاد. الخبر الثالث: في لحظة مؤثرة داخل مكتب مطوفي حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا، توفى حاتم علي عسيري مساء أمس أثر أزمة صحية مفاجئة ما أحدث صدمة عميقة في نفوس زملائه الذين فقدوه خلال دقائق معدودة. وأفاد أحد زملائه الحاضرين لسبق بأن حاتم الذي عرف بخفة روحه وابتسامته الدائمة كان يتبادل الحديث معهم بروحه المرحة، وفجأة شعر بدوار ثم أغمى عليه، ولم تكن تمر سوى دقائق قليلة حتى فارق الحياة، تاركا خلفه فراغا كبيرا في قلوب زملائه الذين عبروا عن حزنهم العميق لفقدانه بهذه الطريقة المفاجئة. الخبر الرابع: توفي 4 أشخاص اختناقا في إحدى البلدات بمحافظة آب وسط البلاد. وقال سكان محليون إن 4 أشخاص توفوا مساء أمس في قرية شقة بعزلة بني عاطف بمديرية أمن السيرة جنوب شرق محافظة آب، اختناقا بعوادم مولد كهرباء في أحد الآبار. وأضاف الأهالي أن المتوفين جميعهم من أسرة واحدة، 2 منهم أشقاء، وسط صدمة مجتمعية جراء الفاجعة التي حلت بالمنطقة التي ينتمون إليها. الخبر الخامس: ضرب زلزال بقوة 5 درجات مقياس ريختر مقاطعة بيزارو شمال غرب كولومبيا. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الهزة كانت على عمق 39.4 كيلومترات. الخبر السادس: ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر جنوب العاصمة ليما في بيرو. وأكد
معهد الجيوفيزياء البيروفي أن مركز الزلزال كان على عمق 139 كيلومترا. الخبر السابع: مع الإعلان عن فوز ترامب، خبير مصري: انتظروا تسويات كثيرة بالمنطقة. خبير للعربية نت: المرشح الجمهوري سيسعى بمعاونة قوى الاعتدال مصر والسعودية والإمارات إلى إيجاد تسويات في المنطقة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.